كمال تمشي مرة أخرى للعماري ينفذ التماس، ملعوبة الكرة بهذا الشكل لمن هنا لاعب اليوسفي يسترجع الكرة مرة أخرى، ترجع لدفاع الجيش الملكي. عبد الرحيم الشاكير يرجع لمحمد امين البورقادي، لمريال البورقادي يرسل الاماميه. طبعا كلاسيكو الكره المغربيه، لماذا سمي كلاسيكو؟ لعده اعتبارات. اولا العراقه على مستوى التاسيس، وكذلك الفريقان المتوجان بالعديد من الالقاب، من الفرق الاكثر تتويج في الدوري المغربي وكاس العرش. اليوم لدينا صاحب الرقم القياسي على مستوى عدد الكؤوس في مواجهة سيد الدوري المغربي فريق الوداد البيضاوي. وهنا دعوة، هنا من أرجوكم ومن فضلكم احترموا رصيد الوداد البيضاوي، احترموا عدد ألقاب فريق الوداد البيضاوي، لأن صراحة هذا الأمر غير مقبول. هناك من يقول بأن الوداد البيضاوي فعلا لديه فقط 13 لقب، ولكن هذا خطأ، هذا خطأ كبير. حتى الفيفا اعترفت بألقاب الوداد البيضاوي، ألقابه 18. سجلوا عندكم، فعلا سجلوا عندكم 18 لقب رسمي لفريق الوداد البيضاوي، شاء من شاء وأبى من أبى. لأنه صراحة هناك من يحاول أن يزور الأحداث وأن فعلا يزور الأرقام ويحاول أن يتغاضى عن 18 لقب لفريق الوداد البيضاوي، ولكن هذه الحقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى. الوداد البيضاوي هو سيد الدوري المغربي، 18 لقب، وال19 يناديك يا الأحمر، ال19 يناديك يا الأحمر. ما هي إلا خطوات، والوداد البيضاوي قبل الالتفات إلى دوري أبطال إفريقيا سيركز على اللقب ال19. هذه أمنية الجماهير الحمراء، جمهور الوداد البيضاوي الذي ينتظر نهاية الموسم وفريقه في البوديوم. لكن الأمور لم تحسن بعد، الرجاء يتربص والدكاليون يطمحون لإنجاز تاريخي. هذه خطيرة، الزعيم يتقدم، الزعيم يعلن نعم بداية بأنه جاء الانتصار. الجيش الملكي نعم يتقدم بتسديدة قوية، بالفعل لا تصد ولا ترد، فعلها اليوسفي. صاروخ من العساكر، صاروخ اطلقه العساكر. الزعيم نعم حاضر. شوف الإعادة، شوف الانطلاقة، هذه الراسية من جانب اللاعب الإيركي، والتسديدة القوية بوم في شباك الوداد، في شباكك يا العربي. 1-0. هذا الزعيم، هذا الجيش الملكي. أولى الصواريخ أطلقت من طرف اللاعب اليوسفي، مكن